السلام عليكم. تعالوا بينا نعمل مع بعض شوية مكرونة بصوص حلو قوي. تعالوا بينا كده نبدأ ونسمي الله. أول حاجة جبنا معانا حل، حطينا فيها معلقة من الملح وشوية مية ومعلقتين من الزيت. أول ما المية غليت معانا نزلنا عليها على طول بكيس مكرونة من الاسباجيتي. أول ما يدوبك دخلت معانا 3/4 سوا صفناها على طول في مصفى وقلبنا عليها معلقه من الزيت وركناها على جنب من غير غسيل. جبنا معانا طاسه نزلنا بيها بشويه من الزيت ونزلنا عليها ببصلايه ادينا لها لون حلو كده معانا. بعد كده نزلنا عليها بفصين من الثوم مهروسين اديناها تقليبه حلوه قوي. بعد كده جبنا قرن فلفل حار قطعناه معانا قطع صغيره ونزلنا على طول بيه. لو ما انتش حابه الفلفل الحار فلفل بارد حسب رغبتك. بعد كده جبنا معجون الطماطم او صلصه طماطم عندك اي حاجه متوفره نزلنا على طول بيها واديناها تقليبه وغطينا عليها لحد ما اتسبكت معانا. نزلنا على طول بشويه من الفلفل الاسمر وشويه كزبره وشويه كمون وشويه من بهارات الفراخ اي بهارات متوفره عندك. ونزلنا على طول بشويه من الملح. بعد ما نزلنا بالبهارات دي كلها بتاعتنا الجميله قلبناها تقليبه كويسه قوي. وبعد كده دقنا الحدق بتاعها يا دوبك ظبطناه معانا بالظبط. نزلنا على طول بنص معلقه من السكر. نزلنا على طول بشويه من الخل ادينا لها تقليبه حلوه قوي قوي قوي. وبعد كده غطيت عليها وسبتها شويه تتسبك تاني مع بعض تاخد غلوه بس كده مع بعض. نزلنا على طول معانا بالمكرونه اللي احنا كنا سلقينها محطين عليها معلقه من الزيت عشان خاطر ما تعجنش مننا. نديها بقى تقليبه حلوه كده نشربها الصوص الجميل بتاعنا كده. خلاص بعد ما قلبناها وصفه النهارده كده خلصت. اتمنى ان هي تعجبكم. يلا تعالوا بقى كده مع بعض نقدم. كده خلاص بقى قدمناها كده مع بعض. وصفه جميله جدا وسهله جدا وخفيفه بتاخدش معاكي 5 دقايق. اهم حاجه بس عايزاكم تشجعوني شويه وتدعموني شويه في التعليقات. بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراكات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.